بوابة عاجل مصر، جايين نحضر معاكم النهارده اليوم العالمي للأسرى الفلسطينيين في غزة وفلسطين كلها. أولاً تحية خاصة للمرأة الفلسطينية والمرأة العربية على صمودها ضد الإرهاب الصهيوني الحديث. سيدنا نقدم التعازي في الشهيد أبو العبد إسماعيل هنية جراح نتيجة الغدر والخيانة الإرهابية. حضرتك إيه اللي شايفاه بالنسبة للأسرى الفلسطينيين خاصة النساء؟ يا سيداتي. كل التحية للأسرى الفلسطينيين، كل التحية إلى القابضين خلف القضبان، وكل التحية للمرأة الفلسطينية والطفلة الفلسطينية التي ولدت من رحم فلسطيني. المجد والخروج لشهدائنا وبالذات لأسرانا وأسيراتنا الذين استشهدوا بعد 7 أكتوبر في سجون الاحتلال الإسرائيلي. المرأة الفلسطينية هي عمود البيت، وهي التي ضحت في الحرب ما بعد 7 أكتوبر. أثبتت بجدارة أنها هي المناضلة والمسؤولة والأم والأخت، وهي التي رعت العيال، وهي التي عملت ما يعمله الرجال بل تفوقت في كثير من الأحيان. المرأة الفلسطينية تقبع في سجن. الشهيدات الفلسطينيات بعد 7 أكتوبر تقدر ب 15,000 امرأة وحوالي 10,000 طفل. هذا إن دل فإنها يدل على أن المرأة والرجل في فلسطين سواء. كل التحية إلى المرأة الفلسطينية أينما كانت وحيثما وجدت، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في الشتات.